صباح الخير عليكم. طبعا احنا شرحنا المره اللي فاتت الهاند بورشن. شرحنا طبعا الستاندر واي او الطريقه الستاندر اللي هي ايه، اللي هي بتاعه الوجبات. طيب احنا النهارده بقى عايزين نوظفها طبقا لهدفك. لو انت راجل مثلا او انت حد مثلا عايز تاكل مثلا كميات اكتر من اللي احنا كاتبينها، تمام، علشان انت مثلا بتاكل عدد وجبات اقل، فمش بتكفيك الكميه اللي احنا كاتبينها في كل وجبه، تمام. او انت راجل مثلا حابب تزيد في الوزن شويه، عاوز يكتسب عضلات، يزيد في الوزن وفي العضلات شويه. او انت حد برضو النشاط البدني بتاعك عالي، فانت كده محتاج تزود. هنضيف شويه حاجات في الايه، في كميات الاكل بتاعتنا. طيب لو انت راجل، هنزود مثلا في كل وجبة هنزود مقدار ملء اليد من كربوهيدرات، او مقدار حجم صباع الابهام من الدهون الصحية. طب لو بنت هيبقى بالنسبة للكارب نص مقدار ملء اليد، او من دهون الصحية هيبقى نصف مقدار اللي هو حجم ايه، صباع الابهام. طيب نيجي نعكس بقى. لو انت راجل عايز تاكل كمية اكل اقل، عشان انت مثلا مش بتاكل 3 وجبات في اليوم، بتاكل من 5 ل6 وجبات، تمام، بتاكل وجبات كتيرة. او انت نشاطك البدني قليل جدا، او انت راجل بتحاول تخس او تفقد دهون. طيب هنعمل ايه؟ هنعكس بقى، هنقلل في مقدار كل وجبة مقدار ملء اليد من الكربوهيدرات، ده بالنسبة للراجل، او مقدار حجم قلنا صباع ابهام من الدهون الصحيه، ده بالنسبه للراجل. نيجي للست، هيبقى النص بالظبط، هيبقى نص مقدار، هنقلل نص مقدار ملء اليد من الكربوهيدرات، او مقدار نص الحجم من صباع الابهام اللي هي الدهون الصحيه. وزي ما احنا اتفقنا الكربوهيدرات دي اللي هي احنا قلنا بطاطس، شوفان، رز، دي بالنسبه للكربوهيدرات. نيجي للدهون الصحيه، زي ما قلنا هي مكسرات، او زيت الزيتون، او زيت جوز الهند. الطريقه دي هتبقى فعاله اكتر وقريبه جدا من احتياجات جسمك، وهتبقى قريبه جدا لهدفك، تمام. وطبعا احنا بنجرب وبنمشي على الكلام ده، تمام. لقينا الدنيا ماشيه صح، ماشي. لقينا الدنيا محتاج ان انا اقلل تاني، هنقلل حاجه بسيطه تاني. محتاج ان انا هزود حاجه بسيطه تاني. تابعونا ان شاء الله، وهنعرف كل جديد في التغذيه والرياضه. شكرا.